من هو مليون روزس؟ صاحب القلب النابض والوجه الغامض، واحد اقوى واكبر واضخم صناع المحتوى العرب للعبة ببجي موبايل، واليوم راح يكون موجود معنا، وخلونا نرحب بمليون روزس. يا ميت مرحبا ويا ميت هلا، حياك الله. حياك الله يا خالد، شكرا لك على الاستضافة الحلوة، شكرا ببجي موبايل. تحياتي لكل متابعينك وتحياتنا لكل محبين مليون روزس. مليون، طمنا عنك، كيفك؟ كيف صحتك؟ حبيبي أنا بخير، حياك الله. حابب اسألك، حسب خبرتك الكبيرة في ببجي موبايل اكيد مريت بتجارب وبمغامرات كثيرة، منها الجيدة ومنها السيئة. خلينا نتناقش شوي عن بعض هذه التجارب، واحكي لنا كيف كانت بداية مسيرتك للعبة ببجي موبايل. يعني بشنو أبدي لك؟ اللي بدك اياه روح. يعني إذا أقعد أحكي لك منها للصبح ما نخلص، راح يكون هذا موضوع الغير حلقة. ابديها بطريقة بسيطة وراح تواجه هواي صعوبات. اتوقع للصعوبات على مود من تواجهها تكون متوقعها وتواجهها وتعبرها. اني من نتخيل صانع محتوى نتخيله بكامل المعدات، بكامل الحاسبه، بكامل الايباد، بكامل احسن الشغلات اللي عنده، لكن هذا الشيء غلط. انا بديت من 2018 بشغله بسيطه، تذكرون؟ بس تليفون. سويت مونتاج بي، سويت صوره مصغره بي، وكل هذا واني اشتغل 13 ساعه بتركيا. اي نعم، انا تركت العراق ورحت على تركيا واشتغلت هذا الشغل القاسي، لكن مع ذلك ما استسلمت عن حلمي. بصراحة أصدقائي لحوا علي أنه ألعب هاي اللعبة، وأشكرهم لأنه لحوا علي. طبعا تحياتنا لهم، الله ينطيهم ألف عافية. ما شاء الله. فخلوني ألعبها، احترفناها، كنت أريد أصير أحسن منهم. فكنت أدخل على اليوتيوب وأشوف فيديوهات عن محترف اللعبة، لكن ما كنت أشوف صانع محتوى عربي أنه ينشر هذا المحتوى. فأنا قلت يا ولد، ليش ما أنت تركز وتعبي هذا الفراغ اللي موجود باليوتيوب؟ وسويت هذا الشيء، وتفضل شوف احنا وين هسه، الحمد لله والشكر. وخير من شرح وخير من علم لعبة ببجي موبايل في الوطن العربي. حبيبي، خلينا نتعمق أكثر في لعبة ببجي موبايل ونحكي أكثر عن التفاصيل، والتفاصيل هون اللي بقصدها هي المودات الجبارة والجميلة يلي بتبهرنا ببجي موبايل في كل تحديث بينزل في اللعبة. إنه أكثر مود له طابع خاص عند مليون روزس، وشو أكثر شيء بشكل عام بتحبه في لعبة ببجي موبايل؟ صراحة يعني المودات اللي تنزلها ببجي موبايل دائما يكون بيها شيء مميز وتعجبني هواية، لكن أكثر مودات عجبتني نزلت على اللعبة هي مود الانعكاس ومود الفراعنة. هذول الاثنين لهم معزة خاصة، ويا ريت انه شي يوم من الايام ترجعهم ببجي موبايل. شنو كان السؤال الثاني؟ والله ضيعتني. شو أكثر شيء أو بشكل عام بتحبه في لعبة ببجي موبايل؟ الصداقة اللي حصلتها، صار عندي هواي أصدقاء. ببجي موبايل بيها ميزة انه جمعت الشعوب، خلت صحيح. الناس تعرف ناس. صار عندنا أصدقاء من جميع الدول، صرنا نعرف لهجتهم، نعرف عاداتهم، قربنا من بعض أكثر. هذا الشيء عجبني بيها أكثر شيء، عدا الشغلات البقية اللي هواية ما أقدر أشرح لك إياها. طيب، باعتبار ببجي موبايل ظاهرة كبيرة على مستوى العالم في مجال الرياضات الإلكترونية الإي سبورتس، احكي لي من وجهة نظرك كيف بتشوف تأثير ببجي موبايل الكبير في دعم وفي انتشار الإي سبورتس والرياضات الإلكترونية في الوطن العربي؟ صراحة يعني هو أي شيء بدون دعم ما يستمر، وببجي موبايل قدمت الدعم اللازم للرياضات الإلكترونية، ودعمت الاي سبورت على مود تسوي بطولات وتحقق احلام هوايه ناس. انا وانت نعرف انه هوايه ناس يلعبون اللعبه للونسه. صحيح. وما تشوف لك الا هذا السكواد هالقد محترف، راح وجرب حظه باي بطوله صغيره مباشره. يعني شلون اقول لك، قدم اداء اسطوري، وصل للعالميه. يعني صدقني هوايه ناس صار عندها دخل من هاي البطولات، واحنا نشوف، انا وانت نشوف الارقام العاليه اللي جاي تقدمها البطولات على الفائزين بالمباراه. صحيح. فيعني صارت مصدر رزق للهوايه ناس، وهذا الشيء ببجي موبايل هوايه ساعدت، لانه اذا ماكو دعم ماكو استمراريه. انا هيك اقول. بالضبط. نعم. خبرتني العصفوره انه في شيء عم ينطبخ ما بينك وما بين ببجي موبايل، حابب تحكي شيء عن هذا الموضوع؟
طبعا هذا الموضوع ما يعرف به غير اني وببجي موبايل. والعصفورة. والله انت ما اعرف منين تجيب اخبارك، بس يعني ما راح ازعلك. اكو تعاون بين مليون روزز وببجي موبايل. حلو. ما اقدر اقول لك كامل التفاصيل، لكن اقدر اقول لك انه شيء كبير راح يعجب الناس، راح يعجب محبين مليون روزز. واو. كلش متحمس له. اني ادري انه راح يعجبون الناس، لانه دائما اني ما اقدم لهم شيء اذا مو اسطوري، فابقوا متحمس له. راح ينزل هذا الشهر اسطوري شباب. ما اقدر احكي لا تضغط علي يا خالد. والله حمستني. ايه. مليون شكرا لك جزيلا على حبيبي وجودك وحضورك، وشكرا لوقتك، ويعطيك شكرا على ألف عافية. شكرا لكم على هاي الاستضافه الحلوه، وان شاء الله تنعاد مره ثانيه. وفي الختام هيك بنكون خلصنا حلقتنا لليوم. شكرا لكم، ولا تنسوا الحدث القادم ما بين مليون روزز وببجي موبايل، ولا تنسوا الاشتراك في منصاتنا ومنصات زوارنا، ودمتم في سلام وأمان.